اعتبروني يا جماعه ان انا مركبه له مغناطيس. اعتبروا ان في مغناطيس هنا هيركب له، هيتخيط له. خلاص ممكن انزل طريقه تركيب المغناطيس، انا نزلتها قبل كده في فيديو صغير، ممكن انزلها مره تانية. بس اعتبروا ان انا ركبت المغناطيس. بس ده الشكل النهائي ودي طريقه البورتيفيه والفكره بتاعته. السلام عليكم، هنعمل النهارده مع بعض بورتيفيه. نحتاج شلة من خيط السلسلة المكرمية اللي هو بيجي بالشكل ده كده، بيبقى ملفوف على بعضه. والخيط ده نوعا ما طري، يعني فاضي، ما بيبقاش سميك او ماسك في بعضه، بيبقى طري كده وفاضي. هنستخدم معاه ابرة مقاس 5 ملي. ويلا نبدأ في الطريقة. مش عارفة بداية الخيط شو بداية. اهي تمام، لقينا الخيط، لقينا البداية. حاجة هنعملها البورتوفيه ده من البورتوفيهات السهلة، مش محتاجين فيه الا غرزة واحدة بس، لو اللي هي غرزة الحشو. لو احنا بنتقنها هنقدر نعمل البورتوفيه ده. بيبقى عندنا طرفين الخيط، الطرف اللي بيبقى القصير اللي احنا جبناه ده، والطرف اللي ناحية الشلة. بنمسك في ايدينا اليمين الطرف اللي ناحية الشلة، وبنلف الخيط على صوابعنا، بيبقى عندنا اكس كده من هنا، والخيط بيبقى كده طبقتين من الشكل ده. تمام، فاحنا لفينا اللي ناحية الشلة بايدنا اليمين على صابعنا كده، على صابعنا الاتنين دول. انا بحاول ان انا ابسط الموضوع. وهننزل من تحت الخيطة الاولانية، ونشد بالسنارة بالخيطة التانية، وهنشد الخيط اللي ناحية الشلة ده كده، هنرفعه على ايدينا ونبدأ ان احنا نشد منه الخيط. هنبدأ نرتفع سلسلة، وهنشتغل غرزة حشو عادية داخل الحلقة السحرية. يا رب تكون واضحة. اشتغلنا 3 غرز حشو داخل الحلقة السحرية. هنبدأ نشد طرف الخيط كده عشان نقفل مع بعض الحلقة بالشكل ده. هنرتفع سلسلة وهنلف الشغل، وعندنا طبعا حرف الفي اللي ناتج من غرزة الحشو. هنشتغل في الحلقة الخلفية تحته غرزة حشو، وفي نفس المكان غرزة حشو. اشتغلنا هنا غرزتين حشو. في الغرزة الحشو التانية هنشتغل في الحلقة الخلفية 3 غرز حشو. اشتغلنا 1 2 3. وفي في الغرزة الأخيرة بتاعة الحشو، الغرزة التالتة اللي اشتغلناها في أول سطر، هنشتغل فوقيها غرزتين حشو. فهنا هيصبح عندنا غرزتين، 2 حشو و3 و2 حشو، يعني ال3 غرز اللي احنا كنا بادئين بيهم في أول سطر هيبقوا في السطر ده 7 غرز. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل، وهنشتغل في الغرزة اللي بعدها. أول غرزة اتقابلنا هنشتغل في أول غرزة اتقابلنا غرزتين حشو، وبعدها في التانية غرزة حشو واحدة، وفي اللي بعدها غرزة حشو واحدة، وفي الغرزة التالتة اللي هتقابلنا دي هنشتغل 3 غرز حشو. وعلشان ما تلخبطش انا هبدأ ان انا اعلم الغرزة دي، علشان دي هفضل طول البورتفيه هتزايد فيها طول ما انا شغالة، فعلشان دماغي ما اقعدش اخلي بالي يعني، فهعلمها كده. اشتغلنا هنا، نشتغل كمان في نفس المكان غرزة حشو. تمام، يبقى هنا الغرزة اللي احنا معلمناها دي هنتزايد فيها تزايد ثلاثي طول ما احنا شغالين. طول يعني طول البورتفيه هنفضل شغالين تزايد ثلاثي حشو كمان لحد ما اوصل لاخر غرزة بالشكل ده. هنا وصلنا لاخر غرزة حشو في السطر، هنشتغل فوقيها تزايد بالشكل ده كده. اشتغلنا هنا تاني سطر، تالت سطر من سطور البورتفيه. هنلف الشغل، هنرتفع سلسلة ونلف الشغل، وهنشتغل في اول غرزة تقابلنا تزايد، وهنفضل شغالين حشو من غير تزايد لحد ما نوصل للعلامة اللي احنا علمناها في النص حشو. لحد ما اوصل للعلامة دي هشتغل فوق كل غرزة هشتغل فوق الغرزة دي 3 غرز حشو، 1 2 3. والشغل يا جماعة بيبقى كل السطر بيبقى كله في الحلقة الخلفية، مش بيبقى في تحت السلسلة، بيبقى في الحلقة الخلفية عشان يديلنا التضلعات اللي في الشكل ده كده. فزي ما قلنا الشغل ما بيبقاش فيه تحت حرف الفي كله، يعني ده عندنا حرف الفي ما بيبقاش هنا، لأ، بيبقى الشغل فين؟ بيبقى الشغل في الحلقة الخلفية اللي هي دي بس اللي بره. تمام، هنكمل بقى
غرزة حشو لحد ما نوصل للغرزة. هنكمل غرزتين حشو. هنفضل شغالين بقى بالطريقة دي عدد من السطور لحد ما اوصل للعرض اللي انا عايزاه. الشغل بالطريقه دي ان انا بتزايد من الجنبين وبتزايد من فوق، فانا هنا شغاله كاني بشكل العرض بتاع البروتوفيه، وفي نفس الوقت بزود بالطول. هفضل شغاله، هشتغل كمان. انا هنا اشتغلت 1 2 3، هشتغل كمان حوالي 6 سطور بنفس الطريقة. غرزة تزايد في الأول، تزايد ثنائي في الأول، وبعد كده حشو فرداني مفيش أي تزايد لحد ما أوصل للعلامة دي. هشتغل 3 غرز حشو في نفس المكان، وبعدين هكمل حشو فرداني من غير أي تزايد، ولما أوصل للنهاية هشتغل هنا تزايد. وزي ما قلنا الشغل كله بيبقى في الحلقة الخلفية. نكمل بقى. هرتفع سلسلة، وأول غرزة تقابلنا هشتغل فيها تزايد، وبعد كده في الحلقة الخلفية، وبعد كده هشتغل غرزة حشو، غرزة حشو لحد ما اوصل للعلامة. هشتغل تزايد ثلاثي لحد ما اوصل للعلامة بالشكل ده. اشتغل تزايد ثلاثي في الحلقة الخلفية هنا. 1 2. ودايما ان احنا ما ننساش نعلم الغرزة التانية اللي احنا اشتغلناها دي، عشان دي اللي هنكمل فيها التزايد طول ما احنا شغالين، ولحد ما اوصل لنهاية السطر زي ما قلت لكم في السطر اللي قبله واللي بعده واللي قبل كده. هكمل بقى لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده، غرز حشو في الحلقة الخلفية. ولما بوصل للغرزة النهائية نخلي بالنا، عشان الغرزة النهائية ساعات ممكن اتلخبط وانا شغالة اقول دي الغرزة النهائية، عشان دي بتبقى ملفوفة على بعضها. فلكن دي دي الغرزة بالشكل ده، دي الغرزة. لو احنا حابين نعد عشان ما نتلخبطش زي ما قلت لكم قبل كده، هنشتغل هنا غرزتين حشو. تمام. فالشكل الشغل بالشكل ده عشان ان انا اوصل للعرض اللي انا حباه للبورت فيه، وبعد كده هوقف تزايد ونشوف بقى هنكمل ازاي. هكمل حوالي 4 سطور كمان وارجع لكم. هنا وصلنا لنهاية السطر، وعملت حوالي كنت عملت حوالي 4 سطور معاكم، وعملت معاهم عليهم 5 سطور. فالناتج النهائي أو للقطعة للعرض اللي أنا وصلت له 9 سطور من الغرز من العرض البورتفيه اللي أنا محتاجاه. وبعد كده هبدأ إن أنا أوقف التزايد في الجنبين، والتزايد هيكون في المنطقة الثلاثي ده بس. وهبدأ إن أنا هنا أشتغل بطريقة تانية. هنا كانت اخر حاجة اشتغلنا غرزتين في نفس المكان. هرتفع سلسلة والف الشغل، وفي اول مكان هشد الخيط في اول غرزة، والغرزة التانية هشد الخيط. بقى عندنا حلقتين على الابرة، يعني كأني عملت تناقص من الجنبين. وهكمل غرز حشو عادية خالص زي ما احنا متعودين في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل لمنطقة التزايد اللي في النص. هنا وصلنا للغرزة اللي متعلمة دي. هشتغل اشيل العلامة، وهشتغل فيها 3 غرز حشو في الحلقة الخلفية بالشكل ده، وهعلم الغرزة التانية من ال3 غرز دول. وهكمل بقى غرز حشو لحد نهاية. هنا وصلنا قبل نهاية السطر بغرزتين، وهنعمل زي ما عملنا في البداية. هنا هنتناقص في آخر غرزتين، وده هيكون الشغل بتاعنا طول البورتفيه. هنكمل بالشكل ده كده، تناقص، شدنا الخيط وطلعنا، وهنشد الخيط ونطلع من الغرزتين، يبقى عندنا كده 3 نشد منهم هما كلهم. تمام. هنكمل بنفس الطريقة، تناقص في أول غرزتين وتناقص في آخر غرزتين، وهنشتغل كل السطور الغرز اللي بينهم حشو لحد ما أوصل للنقطة دي اللي هي المتعلمة دي. هشتغل جواها 3 غرز حشو. طبعا زي ما قلنا الشغل كله هيبقى في الحلقة الخلفية. هكمل بقى. أنا هنا عملت حوالي اهو، عملت الغرزة
هكمل وبعدين هاجي اقول لكم في الاخر عملت كام سطر. هكمل بنفس الطريقه بقى لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. انا كده خلصت العرض، يعني وقفنا كده في عرض البورتفيه، ما عدتش هزود في العرض، لكن هكمل بقى ايه نفس الطول. فعشان ما اطولش في العرض بنتناقص في اول غرزتين من هنا وغرزتين من هنا، عشان يفضل بقى نطلع بالجنبين بقى كده ايه البورتفيه بنفس الطريقه، يبقى العرض ثابت معانا بس الطول هو اللي بيزيد. هكمل بقى وارجع لكم نشوف بقى في الاخر هنقفل البورتفيه ازاي. وصلت لنهايه البورتفيه، هقيسه معاكم. هنا وصلنا لنهايه البورتفيه، وهنقيس الطول اللي احنا وصلنا له. هو بالشكل ده كده اهو، كله واضح هنا تمام. فهيبقى هنا حوالي 37 سنتي زي ما هو واضح قدامكم. هنكمل بقى، هنقفله على بعضه ازاي. اول حاجة هنعلم من الجنبين، انا بعملها كده. طبعا ده كله هيتنضف، الحاجات الخيط الزيادة ده هيتنضف بس مش دلوقتي، يعني هنضفه بعدين. هنعلم من الجنب ده ومن الجنب ده. هعلم هنا زي ما قلنا حوالي 12 غرزة قبل بعض، يعني بعد واحد كده، بعد الاتنين دول مع بعض 2 4 6. فهنعد من اول هنا 2 4 6 8 10 12 ودي، فهنا تمام كده. هعد لغاية هنا كده عشان ده الشكل اللي هيبقى البورتفيه مظبوط معايا وانا بقفل فيه. هعد الجنب التاني برضو نفس الحكاية، نعلم برضو هنا كده. وهنبدأ بقى ايه نقفل. عندنا باقي، عندنا خيطة، عندنا شوية خيط دول باقيين هيبقوا كافيين ان شاء الله ان احنا نقفل بيهم الجنبين بتوع البورتفيه، وهيفيد كمان يعني. هنقفل هنا بطريقة غرزة الحشو. فتمام انا معلمة كده. نشوف مبدئيا، هرجع تاني بس ابص كده نهائي تمام. ده الشكل البورتفيه بتاعي كده، الشكل ده تمام بالنسبة لي. فهقفل على الشكل ده، هقفل الجنبين على الشكل ده. هشيل بقى العلامة وهدخل بالإبرة دي كده، وهبدأ ان انا اسحب الخيط بتاعي وهرتفع سلسلة. طبعا هجيب طرف الخيط معايا وانا شغالة كده تحت الغرز، وهبدأ ان انا اشتغل غرز من الحشو بالشكل ده. بتتظبط بقى، يعني انا قلنا دول 12، حوالي 12 غرزة. طبعا الطرف ده كده ناخده معايا وانا شغالة عشان اضمن ان الخيط يثبت، الطرف ده ما يفكش معايا. نكمل بقى لنهاية السطر غرز حشو. قبل كل غرزة تقابلنا غرزة حشو برضو، يعني قبل الاتنين كده احاول ان انا اوفق بين الاتنين. وطبعا ما انساش طرف الخيط معايا عشان ما احتاجش ان انا انضفه تاني ويكون مثبتاه وانا شغالة كده الشكل ده. هو اصلا يعني هلاقي نفسي تدريجي ان انا شغالة، كل بيبقوا في الموضوع بتكرر معايا طول ما انا شغالة، حافة عالية وحافة تحت. فالغرزة البارزة اللي فوق بعملها غرزة حشو، الغرزة اللي تحت دي كده بنزل، واللي قبلها باخدهم الاتنين واشد الخيط واعمل غرز من الحشو. تمام. هكمل بقى لنهاية السطر بنفس الطريقة غرز حشو لحد ما ما نخلص الجنب ده. هنا وصلنا للنهاية اهو بالشكل ده. وهيبقى اخر حتة عندنا دي كده برضو هدخل فيها واعمل غرزة حشو عشان اتأكد ان هي اتقفلت تمام بالشكل ده. وهقص الخيط، اسحب غرزة سلسلة واقص الخيط بالولاعة. تمام. وهنضف الخيط ده تحت الغرز بغرزة التنظيف. غرز التنظيف اللي بستخدمها مع الخيط ده ما بيتناسبش معايا الستانلس، بيتناسب معايا الابرة دي او ابرة اصغر منها شوية دي، بس دي بتبقى احسن. باخد كل غرزة والتانية كده، او ممكن لو ما عندناش دي او دي ممكن نجيب ابرة اصغر مقاس اصغر، وابدأ ان انا ادخل تحت الغرز واشد الخيط بالشكل ده كده. يعني انا ما عنديش اهو، اعتبر ان انا ما عنديش ابرة التنظيف، فهبدأ ان انا
اشد الخيط بالشكل ده بقى. بس يعني مشكلتها او عيبها ان هي ممكن تنتش معايا في الخيط، يعني تخش بين الفراغات دي وتنتش معايا الخيط. فهخش كده اهو. تمام. اهو زي ما احنا شايفين كده. كمل بقى تنظيف الخيط كده لحد ما اوصل مثلا لحد هنا مثلا، وبعدين السعه وخلاص. هنا هعمل الجنب ده زي ما عملت الجنب ده، وصلت الخيط انا معلمه الجنب ده، وهعمله برضو غرز من الحشو. هكمل الجنب ده وبعدين ارجع لكم. هنا عملت الجنبين اهو بالشكل ده، بقوا غرزة الحشو بالشكل ده. هعمل ايه بقى عشان اداري طبعا ولسعت الخيط، يعني نظفت الخيوط اللي كانت زايده معانا، ثبتها يعني في الغرز بين الغرز. هقلب بقى ال- الشغل ده. هعتبر ان ده ظهر الشغل، ظهر البورتفيه، والوش اللي هيبقى ظاهر اللي انا هستخدمه عليه هيبقى ده بالشكل ده، هيبقى الجنب. غرز الحشو دي هخليها جوه، علشان لو ايه عشان تبقى بارزة اكتر لما ادخلها جوه، هتبقى الشكل هيبقى بالشكل ده كده جنب. تمام. ابدا ان انا اظبط بايدي كده، لو في اي كلكعه ولا حاجه ابدا ان انا افردها. وخلاص كده البورتفيه بتاعنا جاهز. اركب له بقى مغناطيس، ممكن اركب له سلسله زي ما قلنا، سلسله بحلقتين سهله الفتح، واوصل الخيط بينهم. حته الاكسسوارات دي بتاعتكم ممكن تسيبوه زي ما هو كده، ممكن تركبوا له دلايه ميداليه. بس كده كده هركب له مغناطيس. بس ده الشكل النهائي بتاعنا دلوقتي للبورتيفيه. اعتبروني يا جماعه انا مركبه له مغناطيس، اعتبروا ان في مغناطيس هنا هيركب له، هيتخيط له. خلاص ممكن انزل طريقه تركيب المغناطيس، انا نزلتها قبل كده في فيديو صغير، ممكن انزلها مره تانية. بس اعتبروني انا ركبت المغناطيس. بس ده الشكل النهائي ودي طريقه البورتيفيه والفكره بتاعته. يا رب تكون الفكره بتاعته واضحه. سهل، هو بورتيفيه سهل جدا. طريقته ما بتاخدش معانا وقت، بس شكله في الاخر بيبقى شيك جدا زي ما انتم شايفين كده الشكل ده. ممكن حابين تطولوا او تقصروا زي ما قلنا، احنا بنبني البورتفيه عرض وطول ازاي، يعني الفكره بتاعته ازاي. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم يا ريت تقولوا لي في الكومنتات حابين ننفذ مع بعض ايه الفتره الجايه. وكل سنه وانتم طيبين، ومع السلامه.